تستعملوا هاد التوابل في جميع الوصفات ديال الدجاج. وما تنساوش البسطيله اللي سبقنا حضرناها وقلت لكم راه عملت فيها واحد التوابل انا كنحضرهم بنفسي، فهادو هما التوابل. غادي نخلي لكم الرابط ديال البسطيله في صندوق الوصف حتى هو باش ترجعوا ليه بسهوله. في هاد الاله ديال الطحن عملت الاعشاب كلها، الاعشاب المجففه طبعا كل شيء مجفف، وغادي نطحنهم. اولا غادي تسالوا علاش عملت الرز وشنو هو الدور ديال الرز في هاد التوابل. الرز هو السر اللي كيخلي داك المرقه اللي كتكون من الدجاج خاتره، وحتى داك التوابل كتلاصق على الدجاج. وغادي نزيدكم سر من اسراري، ولكن من بعد ما نكمل معكم هذا المقطع. هنايا كنضيفوا التوابل المطحونه، داك الكركم والزنجبيل والابزار والفلفله الحمراء والملحه والثومه، هادو غنضيفوهم على داك الاعشاب من بعد ما طحناهم مزيان. ودابا غادي نطحنوهم غير شويه، يعني لان التوابل اللي ضفنا كلها مطحونه، ففقط غير غادي نخلطوهم، ماشي غادي